رشدي أباظة. رشدي سعيد حسن بغدادي أباظة، من مواليد 3 أغسطس 1926. ممثل مصري، شارك في العديد من الأفلام المصرية والعربية، ولقب بدنجوان السينما. من الأسرة الأباظية المصرية المعروفة، وأمه من أصول إيطالية، وقد اكتسبت عائلة أباظة هذا اللقب من جنسية أمهم زوجة الشيخ العايد، التي كانت من إقليم أباظيا أبخازيا. لم تكن مشاريع رشدي أباظة تشمل إنه سيصبح ممثلا في يوم من الأيام، وكانت أول أعماله فيلم المليونيرة الصغيرة أمام سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، وغيرها من الأعمال، ثم انصرف عن ذلك إلى أمور أخرى، إلا إنه عاد ومثل أدوارا صغيرة في أفلام دليلة، رد قلبي، موعد غرام، جعلوني مجرما، وغيرها من الأعمال. استرد رشدي أباظة نجوميته في فيلم امرأة في الطريق مع شكري سرحان وزكي رستم وهدى سلطان، والذي أخرجه عز الدين ذو الفقار. ثم قدم بعد ذلك أفلاما ذات قيمة فنية عالية، وهي جميلة عن البطلة الجزائرية جميلة بحريد، ملاك وشيطان، وإسلاماه، في بيتنا رجل، لا وقت للحب، الشياطين الثلاثة، الزوجة 13، الرجل الثاني، الساحرة الصغيرة، صغيرة على الحب، صراع في النيل، عروس النيل، زوجة من باريس. وفي سبعينيات القرن الماضي قدم أباظة أفلام شيء في صدري، وراء الشمس، أريد حلا، غروب وشروق، حكايتي مع الزمان. وكان رشدي أباظة يجيد 5 لغات غير العربية، وهي الإنجليزية والفرنسية والإيطالية والألمانية والأسبانية. وكان مرشحا للسينما العالمية، وكان من الممكن أن يسبق عمر الشريف إلى هوليوود ويغزو السينما العالمية، لولا أنه أضاع كل هذه الفرص. واشترك دوبليرا للنجم العالمي روبرت تايلور في فيلم وادي الملوك، واشترك في فيلم الوصاية العشر للمخرج العالمي سيسل ديميل، وغيرها من الأعمال. يشار إلى أن الفنان الراحل رشدي أباظة تزوج 5 مرات. كانت أولى زوجاته الفنانة تحية كاريوكا، واستمر زواجهما 3 سنوات. بربارة الأمريكية، وأنجب منها ابنته الوحيدة قسمت، واستمر زواجهما 4 سنوات. الفنانة سامية جمال، واستمر زواجهما قرابة 18 عاما. وكانت صباح زوجته الرابعة، وكانت وقتها سامية جمال في عصمته. وكانت زوجته الخامسة نبيلة أباظة ابنة عمه، تزوجها واستمر زواجهما حتى وفاته. توفى رشدي أباظة في يوم الأحد 27 يوليو عام 1980 عن عمر يناهز 53 عاما، بعد معاناته مع مرض سرطان الدماغ. واشترك في آخر أعماله في فيلم الأقوياء، الذي مات أثناء تصويره في أحد مشاهده أمام الفنان عزة العلايلي، ولم يستطع إنهاؤه، فأكمله الفنان القدير صلاح نظمي بدلا منه.